كان الجو هادي تمام، ولا صوت غير صوت السكون اللي بيكتم في المكان. وفي لحظة النور انطفى والضلمة بقت صاحبة الكلمة. السقف كان بيقرب من وشي مع كل دقيقة بتعدي، بس كنت عارف جوايا إن في أمل، زي ما لو كأن معايا كشاف مستني بس اللحظة المناسبة عشان ينور الدنيا من تاني. القلق كان جزء من كل حاجة، كل خطوة كنت بحاول أتحكم فيه عشان أسيطر على الأمور، أستغل القلق كدافع أحاول أكون أفضل. بس جوايا كان فيه سؤال مهم: أنا ليه قلقان؟ من الحاضر متلخبط، من المستقبل مقلق. لكن كنت بحاول أتمالك أعصابي وأتحكم في اللي بيحصل. ساعات زي دي صعب تشوف الإيجابيات، لكني اتعلمت إن القلق ممكن يكون مصدر طاقة بيدفعني لقدام. ويمكن اللي يتعلم القلق بالطريقة الصحيحة يكون قد بلغ من العلم منتهاه. القلق ما بقاش شعور شخصي، ده بقى حالة عامة، جزء من حياتنا اليومية. بقينا بندور على كلمة قلق أكتر من أي وقت فات، زي ما لو كأننا بقينا عايشين في عصر القلق. القلق بقى جزء من حياتنا بشكل مقلق، من قلقنا إننا نبدأ شغل جديد، أو حتى قلقنا من مقابلة شخص ما شفناهوش من زمان. بقى جزء من كلامنا العادي لدرجة إنه بقى مرادف للخوف من المجهول. لكن وسط كل ده القلق مش كله سلبي، هو نقطة تحول بين الخوف من المجهول والأمل في إن اللي جاي ممكن يكون أفضل. لما بنحس بالخوف بنلاقي نفسنا بنفكر، بنبدع، بنبقى قادرين نشوف اللي ممكن يحصل ونحضر له. القلق بيخلينا نسعى دايما إننا نحقق اللي بنحلم بيه ونوصل لأماكن ما كناش نتخيل إننا نوصل لها. ممكن الأمور ما تمشيش زي ما بنخطط، لكن دايما في حكمة من كل حاجة بتحصل. الحكمة دي بتكون في النهاية لصالحنا، حتى لو مش شايفينها دلوقتي، ويمكن برضو ما نشوفهاش، لأن الأصل مش إن احنا نشوفها، الأصل في التسليم. والفكرة مش في إنك تقول هسلم أمر ليه وإنت جواك قلقان. الإيمان الحقيقي هو إنك تسلم الأمور كلها ليه مهما كانت النتيجة، لأن اللي بيطمنا هو اليقين إن كل حاجة بتحصل بتقدير قوة عليا، تقدير إلهي، وإننا مهما عملنا الأمور هتمشي على حسب حكمته هو، طالما خدنا بكل الأسباب الممكنة. في مشهد سينمائي ملحمي من زمن بعيد، كانت السما مليانة بالخوف وهو واقف لوحده، عينيه مركزة على البحر الواسع اللي قدامه. حواليه القلوب كانت بترتعش والألسنة بتسأل بقلق: انت هتعمل ايه؟ احنا خلاص ضعنا. لكن سيدي موسى ما كانش زيهم، كان ثابت زي الجبل، جواه إيمان عميق، قوة خفية بتدق في قلبه. طمنهم بصوت يملأه الثقة والهدوء، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. البحر قدامهم وجنود فرعون من وراهم، وكأن كل خطوة خروج معناها موت محتوم. بس سيدي معرفش الخوف، كان جواه نور بيهديه، نور شايفه في أعماق نفسه قبل ما يشوفه في الدنيا اللي حواليه. اليقين كان مالي كيانه، بيقوده بثقة عشان يشق البحر قدامه ويلاقي طريق للنجاة بعيد عن كل المخاوف اللي كانت شاغلة بالهم. اللحظة دي النجاة ما كانتش بس من الموت أو البحر، لكن كمان من الشك، من الخوف، من القلق اللي كان محاوطهم. سيدي شاف اللي محدش كان قادر يشوفه، شاف بر الأمان من قلب ذاك البحر الواسع اللي كان مليان رعب. كلنا بنتولد بالقلق اللي قد يكون شاق، قد يكون مخيف، لكن نقدر نتعلم ازاي نحوله لحليف. القلق مش عدو، هو أداة، هو دافع، هو سبب إننا نبدع ونستمر. وحتما ولا بد لازم ننقذ القلق، لأننا لما بننقذ القلق يمكن ساعتها نكون بننقذ نفسنا، وفجأة النور يرجع تاني، والأوضة اللي كانت مظلمة بقت منورة. الخوف والقلق اللي كان مالي الدنيا بقى مجرد ذكرى،
الكشاف اللي كنت مستني الاقيه طلع كان جوايا، هو اللي كان مستني اللحظة المناسبة عشان ينور الدنيا من تاني. اكتشفت ان النور اللي جوايا هو اللي بيخليني اواجه اي حاجة جاية، لان اللي جاي هيجي وانا مستعد ليه.